بعد نجاح الجزء الاول والنجاح النسبي للجزء الثاني، فليه ما عملش جزء ثالث؟ هو مسلسل كبير احسن مني يعني. فشيك او قهوتك واشرب ميه عشان صحتك. اول لعيب معانا في موسم 2004 2005 كان في لاعب اسمه عمرو سماكه، كان مقدم موسم جامد قوي مع الترسانه، وبسبب التألق ده الاهلي طلبه، لان هو كان من ناشئين الاهلي اصلا، لكنه ما قدمش المستوى المطلوب ومستواه قل، وبعد سنتين يمشي من الفريق ويروح نادي قزم الكويت. وفي نفس الموسم في المصري البورسعيدي كان في لعيب اسمه اكوتي منساه، كان نص ملعب عالمي، وبعد موسم واحد الاهلي بيتعاقد معاه، ولكن قبل بدايه الموسم اكوتي منساه بيجي له رباط صليبي، وفي موسمين مع الاهلي ما كانش بنفس مستواه مع المصري، عشان الاهلي قرر يبيعه ويرجع المصري تاني في 2007، ويتألق تاني والمصري يبيعه لليرس البلجيكي. موسم 2009 مع صلاح والنني كان في محمد زيكا اللي الاهلي والزمالك كان هيموتوا عليه، لكن هو عشان كريتيف في موسم 2013 اختار انه يروح الاسماعيلي. هو انا بهزر عامه يعني، هو اختار الاسماعيلي عشان يضمن يلعب اساسي، وده تفكير احترافي 100%، لكن الدنيا ما مشيتش معاه، وبعدها رجع المقاولين وراح الانتاج الحربي، بعدها الداخليه، وكان متالق ساعتها. وانا حبيت احكي الحكايه دي عشان محمد زيكا مش فاكرين له غير الصوره دي، وفي ناس كتير ما تعرفش ان هو كان لعيب جامد، بس طبعا ما كانش عنده حظ. موسم 2010 2011 في انبي كان معاهم مهاجم اسمه احمد عبد الظاهر، كان هداف الدوري بالتساوي مع شيكابالا. في تاني موسم راح الاهلي لكنه ما قدمش المستوى المطلوب. وفي نفس الموسم كان في لعيب اسمه احمد شلويده مع المصري، كان مهاجم جامد قوي، هداف حريف، وكان دايما مع منتخب مصر، وكان جاب جونين، واحد في كوستاريكا والتاني في المغرب، لكن ما كانش عنده حظ بصراحه، ولف لفه في الدوري المصري وبعدين اعتزل. موسم 2013 2014 تحديدا في سموحه كان في لعيب اسمه احمد حمودي، كان لاعب حريف فشخ، وفي خلال 4 سنين مع سموحه لعب 68 ماتش، جاب 17 جول وعمل 13 اسيست، وده اللي خلى نادي بازل يتعاقد معاه، لكنه ما شاركش كتير يعني، لعب حوالي 551 دقيقه، جاب فيهم جول واحد. وفي تاني موسم بعتوه عاره للزمالك، والزمالك خسر نهائي دوري ابطال افريقيا، فراح فريق اسمه الباطن في السعوديه، رجع مصر على الاهلي، خسر نهائي دوري ابطال افريقيا، بعدها الاهلي راح بايعه البيراميدز، راح بيراميدز خسرت نهائي الكونفدراليه. بس بجد يعني حمودي من اللعيبه اللي بحبها على المستوى الشخصي، يعني لعيب حريف ومحترم، بس ما كانش له حظ بصراحه يعني. وفي نفس الموسم في اتحاد الشرطه كان معاه مهاجم اسمه خالد قمر، وكان تاني هدافين الدوري فرق جون واحد عن جون انطوي مهاجم الاسماعيلي. وفي تاني موسم راح الزمالك لكنه ما لعبش اساسي، وده بسبب ان باسم مرسي كان متألق في الموسم ده. ما تخلص دلوقتي. العيل بلد مش قادر يطلع، مش عايز ننزل. روح لموسم 2015 2016 كان في لعيب اسمه صلاح لي، وكان نص ملعب جامد قوي بصراحه في نادي اتحاد الشرطه، وكان في انديه كتير طلبته، لكنه اختار الزمالك، لكن بصراحه ما قدمش اي حاجه للزمالك، وما جابش غير جول واحد بس، وما لعبش كتير. وكان في حاجه كده طلع قال ان هم كانوا عاملين له سحر في النسكافيه باين ولا مش عارف ايه. وخلي بالك ده مش اول لعيب يقول حاجه زي كده، لو اتفرجت على الجزء الاول محمد مجدي المدافع اللي كان في المصري البورسعيدي قال لما كان في الزمالك ان في حد كان عامل له عمل، وان اللعيبه كانت بتعمل اعمال لبعض. موسم 2016 وادي دجله كان عامل معجزه ما قبل بيراميدز، كان متعاقد مع مالودا لاعب تشيلسي واليون السابق على سبيل الاعاره، وكان مقدم موسم يعني نوعا ما حلو. نفس الموسم في سموحه كان معاهم اسلام محارب، اسلام محارب كان عامل موسم جامد قوي ساعتها، وكان جاب جول في الاهلي وحاجه حلاوه بالقشطه يعني. تاني موسم الاهلي تعاقد معاه لكنه ما كانش بيشارك اساسي كتير، وحاليا هو في طلائع الجيش. نفس الموسم في الداخليه كان في لعيب اسمه محمد ماجد قنش، واحد من احرف اللعيبه اللي انت ممكن تشوفها. وفي تاني موسم راح المصري وتألق معاهم لمده نص موسم، لكن بسبب مشكله مع كابتن ابراهيم حسن ما لعبش تاني تقريبا مع المصري، وراح الانتاج الحربي، وبعدها راح الفيصلي الاردني، ولحد دلوقتي جمهور الفيصلي بيحبه وبيتابعه. في موسم 2016 2017 الاهلي كان متعاقد مع لعيب اسمه سليمان كوليبالي، وكان مادي اداء عالي فشخ، في 9 ماتشات جاب 6 جوال، لكنه هرب. والله زي ما بقول لك كده هرب. اللعيب اللي جاي بقى ده من اغرب اللعيبه اللي انت ممكن تشوفها في حياتك، رمضان ربيع، لعيب غزل المحله والنصر للتعدين وطنطا. هو ما طلعش لمده موسم واحد واختفى، بس 90% من اجواله عالميه يعني تنافس على جائزه بوشكاش مستريح، ومش ببالغ والله العظيم. اللعيب ده ما كانش طبيعي في الحرفنه وطرق تسجيل الاهداف، وكان لازم اديله حقه بصراحه يعني مش لازم يكون تألق لموسم واحد بس انت لازم كنت تشوف اجواله يعني، لان اللعيب ده بصراحه اندر ريت. موسم 2016 2017 كان طنطا لسه صاعده، كان معاهم حارس جامد قوي اسمه اسلام طارق، واللي بعدها راح الجونه، لكن فجاه لقيته اختفى، وما اعرفش ايه السبب اللي خلته ما يروحش فريق كبير بصراحه، مع احترامي لطنطا موسم 2017 2018 وتحديدا في الاسيوطي بيراميدز حاليا، اللي كان مدربهم علي ماهر،
كان في لعيب حريف قوي اسمه محمد عنتر، وكان مقدم نص موسم ممتاز مع الاسيوطي، وده خلى الاهلي والزمالك يتخانقوا عليه، لكنه اختار انه يروح الزمالك لانه كان زملكاوي في الاصل، ولكن حرفيا مستواه اتغير 360 درجه. بعدها راح للمصري البورسعيدي، وبعده راح سيراميكا، وحاليا هو بيلعب في المقاولين العرب. في موسم 2018 2019 الزمالك اتعاقد مع ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي، كان لاعب حريف قوي، وزي ما احنا عارفين ان الزمالك بيحب اللعيبه الحريف، ودي حاجه على مدار التاريخ عامه، وكانت اهدافه حاسمه بشكل كبير فشخ، لكن بعدها مستواه قل، وحاليا هو بيلعب في غزل المحله. في موسم 2016 2017 في الداخليه كان في لاعب اسمه اسلام جابر، كان نجم الفريق ساعتها، كان لاعب جامد قوي، حريف سريع هداف، لكنه راح الزمالك. في الموسم اللي بعده ما قدمش اي حاجه مع الزمالك، وحاليا هو بيلعب مع سموحه. روح لموسم 2021 2022 مع زعيم الفلاحين غزل المحله، كان معاهم عبده يحيى اللي كان عامل موسم جامد قوي بصراحه، يعني كان جايب جول في الاهلي وجول في الزمالك. وفي نص الموسم اللي بعده راح اعاره للمصري، لكنه رجع المحله تاني. الزمالك كان بعت مروان حمدي اعاره لسموحه، وفي 35 ماتش مروان حمدي جاب 15 جول وعمل 3 اسيستات، وكان تاني هداف الدوري المصري بعد زيزو. الموسم اللي بعده الزمالك قرر يبيعه للمصري ب 20 مليون جنيه، في حركه ذكيه من اداره الزمالك بصراحه، لان مروان حمدي في اول موسم مع المصري لعب 27 ماتش جاب 6 جوال بس، وعمل اسيست واحد، واتطرد كمان في ماتش. وفي تاني موسم عمل مشكله مع الجمهور، ففي يناير المصري باعه البيراميدز ب 25 مليون، في حركه ذكيه لمجلس اداره المصري برضه. وحاليا في موسم ونص مع بيراميدز جاب 6 جوال في 44 ماتش. نفس الموسم ده في سيراميكا كان في مهاجم اسمه شادي حسين، لعب 26 ماتش جاب 10 جوال وعمل اسيست. وفي تاني موسم الاهلي تعاقد معاه، ليه بصراحه مش عارف، يعني هو كان احمد ياسر ريان هداف الفريق ساعتها اصلا، فمش عارف الاهلي كان ايه سبب التعاقد مع شادي حسين. هو في 17 ماتش شادي حسين جاب جول واحد، وحاليا هو بيلعب في النادي زي. فانا بقول كفايه كده، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير مع اصحابك، ولو عايزين جزء رابع قولوا لي في الكومنتات. وبس كده، السلام عليكم.